اذا اختاريت غير بيج فورد بعقود الاختيار انت سويت اكبر غلطه بحياتك، لان بهاي التطويره راح تحوله من حارس عادي وانت تشمره دكه لحارسك الاساسي وتنزله بكل جيم، وراح تخليه عندك اسطوره وحايط ما حد يقدر يقول عليه ابد. انت بس شوف لي ورا ما تخلي تطويره ايش راح تصير الطاقات عنده: الوعي 96، الامساك 90، الصد 92، رده الفعل 95، البلوغ 90، يعني طاقات اسطوريه ينافس بها اقوى حراس باللعبه. فهسه تعال خلينا نشوف تطويره. بس قبل ما نبدي، اذا ما عندك لاعب وسط قوي وتريد واحد من هذول البوسترات يصير بحسابك، احنا راح نفوز اثنين منكم ب1000 كوينز. كل اللي عليك توقف لي صوره نيمار وتدز لي بالرابط اللي بالبايو، اضغط على الرابط دوس انضمام، ناجز الصوره وبالعافيه عليك الكوينز. فيلا وياكم كينج ويلا خلينا نبدي. بالبدايه اذا انت اختاريت غير بيج فورد انت غلطت اكبر غلطه بحياتك، لان هذا الحارس الاسطوري ما يتعوض ابد، وشفنا الطاقات مالته ايش قد عاليه. فانا جربته هوايه اقيام وكل اللي صد لي هوايه طوبات، وبالنهايه هاي تطويره مالته وانا جربته هوايه اقيام واقيمه 8 من 10. وانتم ايش قد قيموا من 10؟